السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وصفتنا اليوم عبارة عن دجاج بالبطاطس والجزر والأرز، والوصفة بتكون تحت البايو. راح أشرح لكم إن شاء الله طريقة التحضير في الفيديو. وراح نبدأ أول شي بتقطيع البصل، كل شخص حسب احتياجه 3 إلى 5 حبات. وبعدها راح ننتقل إلى تقطيع البطاطس، كل شخص على حسب احتياجه. ونبدأ بتقطيع الجزر أيضا، كل شخص حسب احتياجه. نهرس 4 حبات ثوم، ونعصر 3 حبات ليمون. نصب الليمون في السطل. رشة خفيفة من مسحوق الفلفل الأحمر. طبعا نقدر نضيف الكاجون للي يحب السبايسي، وأيضا ملعقة صغيرة من توابل أشاري اللي هي صلصة المخلل، وملعقة من مسحوق الثوم. ودام حطينا الثوم، ملعقة أيضا من مسحوق البصل، وملعقة أيضا من صلصة الدجاج. ونضيف البهارات السندية مسالة، ونضيف بهارات البطاطس تعطي نكهة جميلة للأكل. نخلط البهارات شوي شوي مع الليمون لين ما تصير الصلصة جاهزة. نبدأ بحقن الدجاج بالصلصة ودهن الدجاج أيضا. نجهز البطاطس والجزر في صينية الفرن. نتأكد من تتبيل الدجاج ونضيف البطاطس حسب الحاجة. نضيف الثوم والبصل على الدجاج ونجهزهم للفرن. نتأكد من إحكام أغلاق القصدير. نجهز الكاجو، ويا محلى الزبيب، ونجهز الزبيب أيضا. وجهزنا الأرز، ونجهز الصينية وننزل عليها الأرز. نتأكد إن الدجاج جهز، وطبعا ننزل الدجاج على الأرز وبالعافية عليكم.